انا جاي لكم النهارده فيديو مختلف عن اللي انا بنزلهم على قناتي او من يوم ما بدأت. انا نزلت حوالي 29 فيديو، بس الفيديو النهارده مختلف جدا عن اي فيديو انا نزلته. انا اول مرة هطلع اعمل رياكت على حد، او انا ما كانش في دماغي ان انا اعمل فيديو رياكت على اي حد. بس انا النهارده بقلب في الفيسبوك وش ده عادي كده، فانا لقيت فيديوهين بصراحة، فيديوهين مش مؤذين جدا. انا النهارده اتمنيت ان الدولار يوصل 300 جنيه، مش 100 جنيه بس ولا 70 جنيه، لا يوصل 300 جنيه، عشان الفيديوهات تغلى، التليفونات تغلى، تمام، ونبطل نشيل تليفونات. احنا لازم نبطل نشيل تليفونات يا جدعان، لان احنا طول ما احنا التليفونات بترخص احنا بنشتري تليفونات، تمام. فاللي فيديو تليفون فيه كاميرا كويسه فبيطلع التليفون وبيطلع يصور اي حاجه حتى لو ملهاش لازمه، حتى لو هو اساسا هو مش لاقي حاجه يعملها، بس هي واحده طالعه لابسه بنطلون محدد جسمها، لابسه تيشيرت محدد جسمها، فبتطلع تفتح تبين امكانياتها وتطلع تقول لك خد اتفرج. انا بقول كلام هو ملهوش لازمه اساسا، ملهوش داعي، هو مش عارفه هي بتقول ايه، بس هي فتحت الكاميرا وطلعت تتكلم. اول فيديو هنتكلم عنه النهارده يا جدعان بتاع واحده، اسمع كده. هاي جايز، انا ماشيه في السوبر هرجع اشوف الراجل كده. اسمع، ماشيه في السوبر. هي كانت ظالمه الراجل، هي كانت مفكره ان هو عايز يسرق التليفون، بس هي كده كده التليفونات رخيصه، يعني هو مش محتاج ان هو يسرق تليفون، فهو بيعاكس امكانياتها، هي امكانيات، فشوف الامكانيات، امكانيات جذابه. طالعه بلبس كانها مش طالعه بصراحه، هو بتقول لك انا جسمي اهو، اتفرج براحتك. هو بصراحه يعني الراجل شاف. ماشي، يلا نكمل الفيديو. الاوتفيس بتاعها لابسه مبيتي على رصاصي على جبجب اسود زي ما تعرف اوتفيت ماشي اي حاجه. يلا فين يا فنان، يلا فين يا فنان، انا عايز افهم، هو احنا هنروح يلا فين؟ طيب اللي هو يلا بشكلك ده يلا فين؟ المهم يا جدعان، محتوى الفيديو انا ما شفتش اي محتوى للفيديو عامه، اللي هي مثلا قالت حاجه مفيده، حاجه تفيد الناس، حاجه نتفرج عليها، انها تدينا استفاده ان احنا نتفرج عليها، او مثلا اي معلومه، لا ما فيش. هو انا هطلع اقول فيديو اللي هو يجيب نسبه مشاهدات، انا جسمي اللي هيجيب مشاهدات، الكلام اللي انا هقوله ملهوش اي لازمه اساسا، انا مش هتكلم في حاجه، هو اصلا هي اللي كل اللي قالته انا مش عارف هي قالت ايه، هي قالت كلام بذيء يدل على سوء تربيتها وسوء البيت اللي هي طالعه منه، هي طالعه من بيت اصلا يعني بيت مش محترم. تخيلي ان الفيديو ده مثلا باباكي شافه، فاللي هو باباكي هيشوفك وانت بتسمعي الكلام ده هيقول ايه مثلا؟ نتكلم عن واحده طالعه اللي هي اصلا مش عارفه هي تتكلم في ايه، بس هي مش لاقي حاجه تتكلم فيها، فطلعت تشتغل مصلح اجتماعي او تشتغل تنصح البنات، ان البنات طبعا هم اللي ظالمين والرجاله هم اللي مظلومين، فطلعت تقف في صف البنات، تمام، عشان خاطر البنات تعمل رياكت على الفيديو بتاعها وكومنتات، فالبنات تتغاظ، فحوارات من دي، فالفيديو بتاعها يطلع اكسبلور، فكله يتكلم عنها. فيلا بينا نسمع الفيديو، تمام، ونشوف الفنانه الجميله اللي واقفه في صف الرجاله اللي مفيش منها اتنين في مصر. انتوا كلكم بتقولوا ان الراجل في الخطوبه بيبقى حاجه وبعد الجواز بيبقى حاجه تانية، ان هو بيصطنع يعني في الخطوبه احلى حاجه عنده. قولي يا فنانه. علشان تبقوا كويسين او حاجه زي كده. لا على فكره، قولي. الراجل ما بيصطنعش، بالعكس بيتعامل بطبيعته. أيوة. انت اللي بتتغيري مش الراجل. أيوة. انت اللي بتتغيري قوي قوي قوي. أيوة. لو انت فضلتي كويسه مهتميه بنفسك زي الخطوبه، كلامك حلو ومعسول زي الخطوبه، أكيد. اهتمامك بيه زي الخطوبه، سؤالك عليه زي الخطوبه، صدقيني هتلاقي حياتكم ماشيه حلوه قوي. انت ابدأي بنفسك ما تتغيريش، وهو كمان مش هيتغير. والله يا فنانة كلامك على عيني وعلى راسي، وكلامك جميل جدا، تمام، وموضوع مهم، بس ينفع يعني موضوعك ده لو كنت اتكلمت فيه مثلا وانت في البيت مش لابسه شبشب وماشيه تحكي في الشارع؟ يعني هو انت مثلا يعني الالهام جايلك وانت لابسه شبشب عماله بتحكي فيه، طب ما تتكلمي مثلا، تبقى قاعده في بيتك وتتكلمي في الموضوع ده، ويبقى نقاش ما بينك وبين مثلا جمهورك او الناس اللي بتسمعك على الفيسبوك او على اليوتيوب، فممكن تسمعيه في اي مكان او تتكلمي فيه في اي مكان وتتناقشي فيه، بس في بيتك مش وانت لابسه شبشب وماشيه في الشارع. الفيديو التالت بقى اللي هنبدأ نتكلم فيه، الفنانة الراقصة الجميلة دي ممثلة، تمام،
كانت في فرح واحدة صاحبتها أو في فرح زميل ليها، كانت بتحيي الليلة بتاعت صاحبتها. فواحد من المعجبين بيسألوها بيقولوا لها هو انت مالك؟ قالت لهم انا بحب الرقص جدا، انا بعشق الرقص جدا وبحب الفرح والشخلعة والشقلبة، وواقفة لابسة فستان او دريس هو اضيق من جسمها. هي ممكن تكون جايباه من 15 سنة فكان ضيق عليها، او هي مثلا كانت جايباه من 15 سنة ونسيته، فاول ما لقيته في الدولاب بالصدفة فقالت والله ما انا لابساه، هو اضيق من جسمها او اصغر منها تمام الفستان، فهي لبسته وعمالة ترقص رقص يعني وتعمل حركات. دلوقتي بعد ما شفنا الفيديو الجميل الرائع للفنانة الراقصة ديت المبهجة ديت تمام، وهي بتعمل حركات راقصة شرقية جميلة جدا تمام. هو انت ممكن نسألك سؤال، يعني لو انت في بيتك انت بترقصي لجوزك كده؟ اراهنك انك لو بترقصي لجوزك كده ما هو سايبك تطلعي من البيت اصلا. ثانيا لا مؤاخذة يعني هو كان سؤال شخصي بس انا بارد شوية. المهم نرجع. فيا ريت يا جدعان الناس تتعظ شويه في الوقت اللي كان الفرح ده فيه شغال وهي الفنانه عماله بتحيي الفرح. احنا كنا عندنا في اسكندريه الناس بتغرق وبتموت، وربنا بيبعت لنا انذارات ان احنا خلاص بقت علامات الساعه بتقرب، وربنا بيدينا انذارات عشان خاطر احنا نتعظ ونخاف منه، او ان احنا نعمل حساب ليوم القيامه او ليوم الحساب. فدي من ضمن الناس اللي هي بصراحة ما كانش جالها حوار الانذارات ده او ما خدتش بالها منه، يمكن كانت تايهة في الفرح فما ركزتش. فنحب نوصل الفيديو ده للفنانة ونقول لها يا ريت تتعظي، كان في ناس بتموت في نفس الوقت اللي انت كنت بتبيني في جسمك وتهزي في جسمك قدام الناس. وانت لو وصلت معانا هنا لاخر الفيديو يا ريت تدينا رايك، لان ده اول فيديو ننزله على القناه بتاعتنا، كنا بننزل ريلز عاديه. فقول لنا ايه رايك في الفيديو، وانا اول مره انزل رياكت على حد وما كنتش ناوي ان انا انزل رياكت، فلو هو الفيديو يعني عجبك فيا ريت تقول لنا رايك في كومنت وتعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان اشتراكك الجديد ده هيهمني، عشان انا برضو لسه بادئ على اليوتيوب جديد ويهمني اشتراكك عشان اكمل قناتي. باي.